تعالوا مع بعضينا نعمل شوية قرص طرية مع كوباية شاي الصبح كده، أو كوباية شاي بحليب بالليل. حاجة كده آخر جميل. طبعا خارجين من رمضان ولا قادرين نطبخ ولا لينا نفس أساسا إن احنا نطبخ خالص. هنعمل شوية قرص طرية نفطر بيهم الصبح أو نتعشى بيهم بالليل بطريقة سهلة جدا، وكل مكوناتها عندنا في البيت بإذن الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونجيب نص كيلو من دي المخبوزات. هنجيب بقى معلقه من الخميره. انا جبت كيس الخميره، هاخد منه معلقه كبيره من الخميره، وهجيب معلقتين كبار من السكر، وهجيب نص معلقه شاي بيكنج باودر، وهجيب ربع معلقه الشاي ملح، وهقلب المكونات الجافه مع بعضيها واحطها في العجان. وطبعا لو مفيش عجان هنعجنها كويس جدا على ايدينا. هنحط بقى الدقيق بتاعنا او المكونات دي الجافه بتاعتنا في العجان، وبعد كده هنزل عليهم بالمواد السائله اللي معايا. والمواد السائله حبايبي اللي هي معايا عباره عن علبه من الزبادي كبيره، علبه زبادي كبيره هحطها معايا على الدقيق. وممكن طبعا لو ما عندناش زبادي نستبدلها بكوبايه من اللبن، او كوبايه من اللبن الرايب. ولو مفيش خالص ممكن نشتغل بميه بس، او نحط معلقتين لبن بودر على الدقيق. بعد كده هاخد معايا نص كوبايه من الميه الدافيه، طبعا الميه لازم تبقى دافيه عشان الخميره. وانا هنا جيت اشغل العجان وكنت ناسيه ان انا مشغله عليه المضرب اللي هو بتاع البيت. بعد كده فصلته ورحت مركبه الكف. وبعد ما العجينه بتاعتي لمت مع بعضيها كده واتعجنت، هحط لها يا اما احط لها ربع كوبايه من الزيت، يا اما معلقه من السمنه كبيره، يا اما مكعب من الزبده، مكعب يعني او مكعبين كده انت وظروفك بقى الموجوده عندك. المهم الطريقه دي بتخلي العجينه معاكي خيال بجد، بتخلي العجينه تحفه. بعد ما بتتعجن بتروحي مديالها مكعب من الزبده او معلقه من السمنه او من الزيت، بتخلي العجينه بجد تحفه معاكي. المهم بعد ما تحطي لها السمنه هتلاقي العجينه فرفطت كده، سيبيها تتعجن تاني وتبقى زي الفل. بعد بقى ما سيبناها اتعجنت عجنه كويسه، بعد ما حطينا لها معلقه السمنه الكبيره، هناخدها بقى. وزي ما انت شايفه العجينه تحفه. وزي ما بقولك لو ما عندكيش عجان يبقى بايدك بقى ويعجني العجين، يعني عجيني عجنه كده محترمه لحد ما العجينه تاخد وتدي كده في ايدك، وتبقى معاكي عامله زي اللبانه بالظبط. زي ما انت شايفه العجينه بتاعتنا جميله قد ايه وطريه وما بتلزقش. هناخدها بقى ونحطها في الطبق بتاعنا ونروح مغطيينها. بصراحه العجينه تحفه، الواحد عاوز يقعد يلعب بيه في ايديها كده زي الاطفال بالظبط. العجينه جميله جدا. ناخدها بقى نحطها في الطبق ونغطيها بكيس بلاستيك ونروح مغطينها بفوطه. احنا مش هنغطيها تخمر، احنا بس هنسيبها تستريح قيمه ربع ساعه كده. بعد بقى ما سيبنا العجينه بتاعتنا تستريح شويه من العجن، هنجيبها ونجيب صينيه فيها رشه دقيق، صينيه او صاج فيهم رشه دقيق، مفيش مشكله اي حاجه الموجود عندك. اخد بقى العجينه واوريها لكم، اوري لكم العجينه جميله قد ايه، العجينه تحفه. بعد كده ناخدها بقى نقطعها قطع زي ما انت حابه بقى، تقطعيها قطعه كبيره قطعه صغيره على حسب حجم القرصه اللي انت عايزاها. انا هقطعها بقى قطعه متوسطه، هعملها كره متوسطه كده واروح رصاها في الصينيه. انت بقى عايزه قرص اكبر قرص اصغر براحتك خالص، قطعي التقطيع اللي انت عايزاها. انا بقى قطعتها في الحجم المتوسط اللي انت شايفاه ده كده، هقطعها كلها بقى كده وارصها. وممكن لو عندك عجوه حابه تحشيها عجوه برضو احشيها عجوه، هتبقى في منتهى الجمال، هتبقى قرص طريه بالعجوه تحفه. بعد بقى ما قطعناها ورصيناها بالشكل ده، اغطيها بكيس واسيبها تستريح كمان ربع ساعه. وبعد بقى ما ريحنا الكور اللي معانا ربع ساعة، يبقى كده ريحناها في الأول ربع ساعة وادي تاني ربع ساعة، بقى احنا كده مريحينها نص ساعة. هناخدها بقى برشة دقيق خفيفة جدا، رشة دقيق خفيفة جدا بس عشان ما تلزقش معانا، رشة بسيطة جدا. وهنفرد القرص ومش هنفردها قوي، هي فردة بسيطة بس كده بإيدينا، فردة خفيفة جدا. وبعد كده ناخدها نرصها في الصينية اللي هنغمس فيها على طول، عشان احنا مش هنحركها تاني بعد كده. في ناس بقى هتقول ليه قرص واحنا لسه عندنا كحك وعندنا بسكوت؟ الكحك والبسكوت ما بيشبعوش، لكن القرص دي لو خدتي قرصة مع حتة جبنة هتبقى تحفة، او تحطي عليها معلقة مربى او تشربيها مع كوباية شاي بلبن. بصراحة تبقى جميلة جدا. زي ما بقول لكم كلنا طالعين من رمضان لا قادرين نعمل فطار ولا قادرين نعمل عشاء، ممكن نعمل بقى في الغدا اي حاجة بسيطة كده، ونخلي القرص دي نتعشى بيها او نفطر بيها. وبصراحة هي وجودها كمان في البيت بيبقى نعمة. هنعملها والزيادة معانا هنحطها في أكياس ونحطها في الفريزر، وقت ما نحتاجها نطلعها على طول. ما تسيبهاش بره التلاجة عشان ما تنشفش وتبرول معاكي. انت خدي على قد اللي هتقدري تاخديه، واللي هيفيد معاكي حطيه في الفريزر، طلعي منه كده واحدة واحدة بالطرف. فاكرين لما كنا زمان بنفرد عليها الجبنة المثلثات واحنا رايحين المدارس؟ كانت بتبقى قد ايه جميلة.
طعمها تحفة. اعمليها بقى وابعتي هاتي جبنة مثلثات وافرجيها عليها، وافتكري أيام الدراسة أيام زمان، كانت أيام جميلة جدا. كده بقى احنا خلاص فردنا القرص بتاعتنا وسيبناها بقى تخمر نص ساعة. بعد كده بقى ناخدها ندخلها على الفرن، فرن درجة حرارة 200. حطيت صاج على الرف الوسطاني وقلبت صينية على أرضية الفرن، صينية تكون عالية شوية، حطيت عليها الصاج التاني عشان اسويهم هما الاتنين في وقت واحد. والقرص بتاعتنا خدت وقت في الفرن تقريبا من 35 دقيقة لحد 40 دقيقة. بتشغلي الفرن من تحت بس، ما بتشغليش عليها من فوق. بنسيب بقى القرص لحد ما تبرد خالص. ممكن تديها رشة مية بسيطة على الوش، بس هي بصراحة مش محتاجة رشة مية ولا أي حاجة. زي ما انتوا شايفين القرص معانا تحفة، والله بجد عاملة زي القرص اللي بنشتريها جاهزة من بره، ما تفرقش عنها أي حاجة. زي ما انتوا شايفين الطريان في القرص قد ايه، وكلها طراوة كده وجميلة تحفة. هي العجينة أساسا كانت جميلة. العجينة طبعا لما بتبقى جميلة معاكي وباينة من أولها كده بتعرفي ان انت هتطلعي معجنات زي العسل. يلا بقى جربي القرص بتاعتنا الطرية، وابعتي هاتي الجبنة المثلثات وحطيها عليها، وافتكري بقى أيام زمان وانت بتاكليها، أيام المدرسة، الأيام الجميلة بتاعتنا، أو أي جبنة بقى موجودة عندك أو حتة مربى. لو عجبك بقى الفيديو وعجبتك القرص بتاعتنا، ما تنسيش تدخلي قناتي تعملي لايك واشتراك.